بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك معنا في القناة تشجيعا لنا. أما بعد، فقصتنا لهذا اليوم بعنوان حرمة الجار أو حرمة الجوار. كان لأبي حنيفة جار بالكوفة إسكاف يعمل نهاره أجمع، حتى إذا جنه الليل رجع إلى منزله، وقد حمل معه لحما فطبخه أو سمكة فشواها، ثم لا يزال يشرب الخمر حتى إذا دب الشراب فيه غنى: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله ويتضرر من غناء جاره. وفي إحدى الليالي فقد صوت الإسكاف فسأل عنه، فقيل أخذه العسس وهو محبوس. فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر من غد، وركب بغلة واستأذن على الأمير، فقال: أذنوا له وأقبلوا به راكبا، ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط. ففعل، وأوسع له الأمير في مجلسه وقال له: ما حاجتك؟ قال: لي جار إسكاف أخذه العسس يأمر الأمير بتخليته. فقال: نعم، وآمر بتخليته. فأمر بتخليته، فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه. فلما نزل أبو حنيفة التفت إليه وقال: يا فتى، هل أضعناك؟ قال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار. ولم يعد بعدها إلى ما كان عليه.